ممثل بملامح حادة وصوت جهوري قدر يثبت بصمته في كل دور لعبه، سواء كان طيب أو شرير. رياض الخولي الفنان اللي بدأ من المسرح ووصل لقلوب الملايين من الناس من أوسع الأبواب. في فيديو النهاردة هنعرف حكاية الفنان اللي قدم شخصية العمدة والظابط ورجل الدين ببراعة، وإزاي كانت حياته بعيدة عن الكاميرا. تابعوني أنا جيجي على قناة جيجي ستايل علشان نغوص سوا في مشوار فني كبير مليان تفاصيل مشوقة. اتولد فناننا رياض إبراهيم متولي الخولي في 29 يناير 1953 في محافظة المنوفية. كبر وسط عيلة بسيطة جدا، لكن كانت مهتمة بالتعليم والفن كمان، وعلشان حبه الشديد للفن ده خلاه يدخل المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، واتخرج منه في 1976 وبدأ أدواره على خشبة المسرح، وفضل يتدرج لحد ما وصل للتلفزيون. وطبعا علشان تخش التلفزيون بتدخل كل بيت مصري. ومن بعدها رياض الخولي بدأ يلفت إليه المخرجين والمنتجين، وبقت تجيله أدوار مهمة جدا. ومن أهم الأدوار اللي قدمها حدائق الشيطان، كان دوره جميل جدا. ودوره كمان في ريا وسكينة عبد العال، بجد الدور ده كان جميل جدا له وسبب له شهرة على شهرة بجد. ومن أكتر الأدوار اللي نجح فيها دور المحامي علي الزناتي في فيلم طيور الظلام مع الزعيم عادل إمام. والفيلم ده بيقول رياض الخولي إن هو كان خايف منه جدا، لأنه في بعض المشاهد بيتطلب إن هو يتكلم لغة عربية فصحى، ولكن والدته هي اللي شجعته إنه يقبل الدور، وفعلا أداه بأسلوبه ونظراته المميزة. وخلي بالكوا الممثل الوحيد اللي بيمثل يعتبر بعينيه. تعرفوا امتى يكون حزين؟ لما بتبصوا لعينيه. وامتى بيكون فرحان؟ برضه لما بتبصوا لعينيه. نظرات عينيه بتعبر، يعني ممكن دور يأديه من غير ولا كلمة، بس بنظرات عينيه تعرفوا هو عايز ايه. ومن اهم المناصب اللي تولاها رياض الخولي مدير المسرح الكوميدي من 2001 ل 2007، وكمان اتعين وكيل نقابة المهن التمثيلية. نتكلم عن حياة فناننا الشخصية اللي رغم شهرته ونجوميته لكن حياته الشخصية فضلت بعيدة عن الأضواء، ورغم ان زوجته هي زميلته الممثلة راوية سعيد اللي مثلت دور نفيسة، فاكرينها في مسرحية المتزوجون. ورغم ان زوجته كانت مشهورة وكانت فنانة كوميدية جميلة، وبدأت بمسرحية المتزوجون اللي اتشهرت فيها جدا بدور نفيسة، لكنها فضلت بعد ما تتجوز الفنان رياض الخولي انها تتفرغ لحياتها الأسرية، وخصوصا انها انجبت 5 أولاد، فطبعا ما كانتش هتوفق بين التمثيل وحياتها الشخصية. قررت انها تعتزل، وفعلا اتحجبت وقعدت في البيت فترة كبيرة. ونادر لما بتظهر، ما بتظهرش الا في تكريمات الفنان رياض الخولي، نادرا ما لما بتظهر. وده شكل الفنانة راوية سعيد في آخر مرة ظهرت فيها، ربنا يديها الصحة يا رب، هي وفناننا الكبير رياض الخولي. وطبعا الحياة المستقرة بتبان على الفنان زي ما هي ظاهرة على الفنان رياض الخولي، اللي على طول بيظهر في أحاديثه ويتكلم عن زوجته بأسلوب راقي جدا، ودايما يتكلم في أحاديثه سواء الصحفية أو الإعلامية في السوشيال ميديا على إن زوجته هي السبب في اللي هو وصل له، لأنها موفرة له الجو الهادي ومفيش غيرة ومفيش نكد، بل بالعكس هي بتشجعه كتير في كل حاجة. رياض الخولي مش بس ممثل، ده حالة فنية خاصة، فنان تقدر تقول ان هو بيمثل بعينيه. ساعات يتكلم الكلمة تحس ان انت بتتوجع، او تحس انه بيطبطب عليك، وده حسب الدور اللي بياخده. بجد فنان بيتشكل في الدور اللي بيكون فيه. لو بتحب النوع ده من الفنانين اللي بيكبروا في عينك او كل ما نتفرج عليهم، يبقى لازم تكتبولي رأيكم في رياض الخولي وتقولوا ايه اكتر دور حبيتوه ليه. انا عن نفسي حبيته جدا جدا في بابا المجال، بصراحة
كان مسلسل جميل جدا. ومش بس ده اللي حبيته فيه، مسلسلات كتيرة جدا هتحبوها ليه، زي مثلا أولاد عابد، جزيرة غمام، شديد الخطورة، الفتوة، صاحب السعادة، زيزينيا الجزء الأولاني، الصعود إلى القلب، عواصف النساء، موال الحب والغضب، العميل 1001، يوميات ونيس، كشكول لكل مواطن، وحدائق الشيطان، اللص والكلاب، وامرأة من الصعيد الجواني، والفرار من الحب، والفريسة والصياد، وأم كلثوم، وسنبل الجزء الثاني، وسلسلة دم اللي كان مع عبلة كامل. ده ما كانش له حل خالص، كان عمدة خطير جدا. والمسلسل ده نجح نجاح مع عبلة كامل. شوفوا بقى اما يكون هو مع عبلة كامل، المسلسل مش هحكي لكم ولا هحرق لكم فيه تفاصيل، يا ريتكم تتفرجوا عليه. مسلسل ملوش حل ولا وصف، تمثيل بجد ودقة، فنان ممتع هو وعبلة كامل. اما الافلام اللي عملها فهي كتير جدا، لكن من احلى افلامه واللي هو ذات نفسه بيقول سبب شهرته هو طيور الظلام. لما كان جاي دور اخواني، بصوا الفيلم ده كان سابق عصره، بجد بجد كان فيلم جميل جدا مع الزعيم عادل امام. وهو ذات نفسه ما انكرش وقال الزعيم كان له الفضل ان انا بقيت رياض الخولي. والفيلم ده رغم ان هو زمان وكان قبل ايام حكم الاخوان بكتير جدا، لكن لو تلاحظوا في الفيلم ان فعلا الاخوان كانوا بيعملوا زي معالي الزناتي، جاي بالظبط في قلب الدور، وكانوا حاكمين الدنيا من خلال تفكيرهم وافاقهم الضيقه. وكمان فيلم جمال عبد الناصر اللي قدم فيه شخصية الرئيس جمال عبد الناصر، وقدر يجسده بطريقة وشكل مميز جدا، وفعلا كان الدور لايق عليه، لان فعلا بتحس ان رياض الخولي شخصية وقورة كده في كل اعماله بصراحة. وفيلم تمت اقواله، وكمان فيلم عمهم والعربجي. بصراحة رياض الخولي بيقدر يتشكل في اي لون، ورياض الخولي قدم مسرحيات جميلة جدا، كان من أهمهم عفريت لكل مواطن، وزوجة واحدة تكفي. أما بقى عن المسرحية اللي أنا شخصيا بعشقها، هي وجهة نظر مع الفنان الكبير محمد صبحي. ورغم ان رياض الخولي شخصية جد جدا، لكن في مسرحية وجهة نظر قدر يضحكنا، وقدر يجسد شخصية الراجل الأعمى اللي فعلا أقنعنا بيها. بصوا ما اقول لكم، كل دور كان بياخده بيتشكل فيه. انا بجد بجد الفنان ده شابوه ليه في كل اعماله. وعمل كمان مع الفنان محمد صبحي مسرحية ماما امريكا، والمسرحية دي نجحت نجاح. بصراحة كل اعمال الفنان الكبير محمد صبحي جميلة جدا. وكمان من مسرحياته المهمة تفاحة آدم، ومين يشتري راجل، دي كانت اعمال الفنان الكبير رياض الخولي. ربنا يديله الصحة ويفضل يمتعنا بفنه الجميل. وبشكركم جدا جدا على دعمكم، واوعوا تنسوني في لايك واشتراك للقناة، وبشكركم جدا على تعليقاتكم الجميلة.